شكرا جزيلا للزملاء المعلقين في تورينو. يوفنتوس ينفض غباره، وفي روما الذئاب يقفزون للمزاحمة على مقعد الصدارة. انتصار في تورينو ليوفي على أودينيزي ب3 أهداف لهدف. 3 نقاط تحصل عليها اليوفي بعد أن تفوق أولا عن طريق فلاوفيتش من علامة الجزاء، ثم عاد زانيولو لمعادلة النتيجة قبل نهاية الشوط الأول. لكن المدافع غاتي في الدقيقة 67 وضع برأسيته الكرة في شباك حارس أودينيزي، معيدا يوفي إلى المقدمة من جديد قبل أن يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء بعد تدخل تقنية الفار على ذات المدافع الجورجي كوغليتشينزي الذي تسبب بركلة الجزاء الأولى. فلاوفيتش كان قد غادر أرضية الملعب، لكن كنان يلدز تكفل بالمهمة ليضع ثالث توقيع سيدة العجوز في شباك الفريق الذي يشابههم بالألوان. أما في روما فقد كان هيرموسو المدافع هو صاحب التوقيع الأول في هذه المباراة التي شهد شوطها الأول إلغاء هدف لروما بداعي التسلل بعد تدخل تقنية الفار. رأسية من هيرموسو في الدقيقة 63 منحت روما الأفضلية على ضيوفهم فريق بارما. دوفبيك الذي شارك مع مطلع الشوط الثاني بديلا لبيلي الذي كان قد شارك كبديل في الشوط الأول تكفل بتأكيد هذا الانتصار وتعزيز النقاط الثلاث في خزائن الذئاب الذين يثبون لمشاركة نابولي في مقدمة سباق الكالتشيو. هذا الهدف الذي سجله تشيرشاتي في الدقيقة 86 لبارما لم يغير شيئا من نتيجة النقاط الثلاث أو وجهتها في هذه المواجهة، ليقفز روما ويجاور نابولي الذي كان قد قفز قبله يوم الأمس إلى النقطة 21 على مسافة 3 نقاط من ميلان الذي كان متصدرا قبل هذه الجولة، لكنه تعثر بعدها. كومو قفز بعد انتصاره اليوم إلى المركز الرابع ب16 نقطة تقدما على انتر الذي يتواجد في المركز الخامس ب15 نقطة، في انتظار ما ستسفر عنه مباراته مع فيورنتينا بعد لحظات قليلة أو دقائق قليلة. بشكل سريع روما إلى الصدارة. خالد، انتصار كيف رأيته أمام بارما؟ أهم حاجة إن جاسبرين ما كبرش، خرج بيلي اللي اتكلمنا عليه بين الشوطين ولعب العناوي، ملا نص الملعب، قفل على فريق بارما، كان ضغطه أحسن، التحرك بتاع ديبالا وبتاع كمان سوليو، وبالتالي أعتقد إن الشوط الثاني كان يستحق في روما الفوز. تحررت سيدة العجوز من تيودور زبير؟ تحررت أسامة، تحررت الفريق يلعب يبادر يسجل رغم أنه مازال مش بنفس يعني تركيز، مش نفس الاختيارات الجيدة، ورغم برامبيلا بالموجود وبالمتوفر قدر أنه يسجل 3 أهداف ويرجع الفريق للانتصارات أحسن صراحة من تودور. سهرة الأمسية مشاهدينا الكرام الثانية من الجولة التاسعة ستحضر في جوزيبي مياتزا. هناك في ميلانو انتر يستضيف بيولي مع فيورنتينا هذه المرة. الرجل الذي غادر مدينة الأضواء بسبب جاره اللدود الذي أذاقه العديد من الهزائم المتتالية يبحث اليوم عن طوق نجاة وانتصار أول أمام الفريق الذي يسعى لتجاوز كبوة الجولة المنصرمة من الكالتشيو. أحمد صبري ونيكولا فينتولا يقدمان لنا قراءة أقرب لهذه المواجهة المليئة بالحسابات من بساط الجوزيبي مياتزا. إليكما أحمد، نيكولا. مساء الخير زميلي أسامة، تحية ليك وتحية للضيوف وتحية للمشاهدين في كل مكان من ملعب جوزيبي مياتزا هنا وسط أجواء ممطرة للغاية منذ الصباح هنا في مدينة ميلانو، وقمة ومباراة كبيرة للدوري الإيطالي بين الإنتر صاحب الأرض والجمهور وضيفه فريق فيورنتينا. الإنتر يبحث عن الفوز بعد الخسارة الماضية أمام فريق نابولي رغم وجود عدد من الغيابات على رأسها المهاجم الفرنسي تورام، بينما فيورنتينا لا يزال يبحث عن فوزه الأول في الدوري مع مدربه ستيفانو بيولي. الأجواء صعبة في فيورنتينا، الكثير يتحدث عن إمكانية إقالة بيولي، ولكن الراتب الكبير 3 ملايين يورو في العام وعقد يمتد إلى 3 سنوات يجعل الأمر ليس بالسهل على إدارة الفيولا. أما الإنتر فيرغب في الاستمرار في مطاردة نابولي المتصدر واللحاق برقب الصدارة والمنافسة على لقب الدوري. وعلى كل حال ينضم إلينا نيكولا فينتولا المحلل الفني للحديث بشكل أكثر
حول هذه المباراة. نيكولاي سيمبري بيلو فيديرتي نيكولو دائما كوا sullo schermo di Abu Dhabi Sports. مجددا على قناة أبو ظبي الرياضية. أنا سعيد جدا. نعم فرصة رائعة لنتحدث عن كرة القدم ورائعة جدا أن أكون معكم وتحياتي وسلامي لكل من هناك في الاستوديو في أبو ظبي، زبير وأسامة وكابتن خالد. نعم قضيت معهم أيام رائعة وسنوات جميلة. مباراة مهمة جدا خاصة بالنسبة للإنتر بعد خسارته أمام نابولي وأمام فيورنتينا، الفريق الذي يبحث عن الفوز الأول هنا في الدوري الإيطالي. سأبدأ مع فيورنتينا. نعم من خيبة أمل كبيرة خاصة بعد 8 جولات. بيولي مدرب كبير ولم يتحقق النتائج ولكن أيضا الأداء، والآن يجب أن يبحث عن النتائج. الآن فهم اللاعبين، وأعتقد بالنسبة للدوري الإيطالي كلهم يتوقعون نتائج إيجابية وليس فقط موضوع النقاط ولكن أيضا الفريق كلاعبي ترام اليوم. الإنتر فريق متماسك حتى أنه خسر أمام نابولي. نعم حقق وخلق فرص ويلعب بذاكرة ويعرف كيف يؤدي. بيوسبوزيتو يؤدي بشكل جيد وترام ولوتارو وبوني كل المهاجمين كلهم مع مدرب كبير كيفو بعد أيضا يعرف كيف التعامل مع اللاعبين. بالفعل ليست مفاجأة لأن يعرفه جيدا منذ أن كان لاعبا في فريق الإنتر، والآن مع الإنتر ليس مباراة سهلة أمام فيورنتينا. أعتقد بأن الأداء لن ينقصنا في هذه الليلة. أعتقد بأن الفريق يحتاج للفوز. نعم فيورنتينا يجب أن يفوز ويجب أن يلعب بشكل هجومي. أيضا فيورنتينا يأتي إلى سان سيرو لا يريد أن يخسر وكل تأكيد سيحاول أن يهاجم ولديه لاعبين رائعين أيضا في الهجوم. الإنتر ولكن على أرضه عندما يكون بحالة جيدة سوف يقدم أداء كبير. اليوم سوف يلعب سوسيتش لاعبه يعجبني كثيرا في وسط الملعب، بكل تأكيد سوف يأخذ مكانه كلاعب أساسي. الإنتر دائما يمنح الفرص للاعبيه. أنا لدي فضول ما كيف سيلعب فيورنتينا من الناحية الهجومية. شكرا نيكولا، بكل تأكيد سوف نلتقي بعد المباراة لنتحدث أكثر. بكل تأكيد إطلالة فنية أولى زميلي أسامة من ملعب المباراة. عودة إليك مرة أخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا لك أحمد، شكرا لنيكولا. أجواء مبشرة هناك في الجوزيبي مياتسا، مباراة يدخلها انتر في يعني طور ما أعرف إذا هو اختبار للبدلاء أم أن الأسماء التي ستظهر اليوم كمعوضة للاعبين الغائبين أو المراحين من قبل كيفو قادرين على تفادي أي مفاجأة من الممكن أن يصنعها بيولي. خالد أكيد يا أسامة، أنت بتتكلم على فرقة صف أول، حتى الاحتياطي بالنسبة لفرقة الإنتر صف أول، وبالتالي لازم يثبت على أرضية الملعب كيفية التعامل في مباراة صعبة أمام فيورنتينا بعد الخسارة أمام نابولي. طبعا في تغيير بالنسبة لمختريان شهر، نزول سوسيتش النهارده مغير في خط الدفاع، بيلعب بأكانجي وبيسيك وكمان باستوني، وطرفين الملعب زي ما هم، ومنزل النهارده اسبوستو على حساب بوني، وبالتالي مدي فرصه للعيبه يعني انشط شويه لان ضغط المباراه كبير جدا على الانتر. بس تعودنا عليه طرف في ثلاثي الدفاع، اليوم كاليبرو كيف من الممكن ان يكون تواجد زبير؟ مهم جدا. هو ردة فعل على مباراة نابولي وسام شوارع. تشيربي لم يكن موفق. المباراة اللي قبلها حتى كان بين الشوطين خرج ديفراي في بلجيكا. عنده مشكل كبير مع البوزيشن هذه. باستوني هجومي، أكانجي ثابت، ولكن القلب الدفاع مهم جدا. أعتقد بيسيك مطالب أنه يكون أحسن من أتشيربي في التمركز، لأنه الشوارع كانت أمام نابولي وكانت مكلفة، أهداف كلها من العمق. طيب حتى بيولي تغييراته أيضا حاضرة في الجانب الدفاعي، اثنين من الدفاع الثابت في تشكيلته يضعهم على دكة البدلاء ويعود بفيتي وكوموتسو للمشاركة أساسيين اليوم. تغييرات ثورية يعني حتى في نص الملعب. صحيح. التغييرات فاتشيولي ونيكولوسو خرجوا من التشكيلة أصلا، والاثنين الثانيين ردة فعل على المباراة الأخيرة أمام بولونيا اللي تأخروا فيها 2-0. رانييلي وبونغراتيتش يخرجوا من التشكيلة، يدخل فيتي وكوموتسو مع بابلو ماري في القلب كقلب دفاع. دودو كالعادة مع على اليمين، جوسنس على اليسار. في نص الملعب ماندراغورا يلعب الدور المحوري اللي كان نيكولوس يلعب فيه. سوم يدخل بوكس تو بوكس. اندور كذلك
يعني تغييرات كبيره في نص الملعب، والاثنين مهاجمين يواصل عليهم جود مونسون وكين. ردة فعل من انتر ام ينقذ نفسه بيولي اليوم؟ اعتقد انه ممكن بيولي يلعب على انقاذ نفسه، لانه هو معرض للاقاله بشكل صعب جدا. لولا صداقته ببراديه كان بيولي مشي من ماتشين ثلاثه، ولكن اعتقد الامر صعب جدا جدا. يعني لازم كمان تنتظر تعثر ثاني لانتر على التوالي. وارد يكون في رده فعل في السان سيرو بالنسبه لفرنتينا. لا اتوقع العكس، رده الفعل من انتر جايه. اذا مشاهدينا الكرام في انتظار رده الفعل، لكن من اي طرف؟ عيسى الحربين سيقول لكم.